انتشرت منذ فترة حملة في الإسكندرية وعدد من المحافظات تدعو للصلاة على النبي. انتشرت الملصقات على السيارات وأبواب المحال التجارية والشوارع، لكن وزارة الداخلية بدأت بالتصدي للحملة وتغريم أصحاب السيارات الذين يضعون مثل هذه الملصقات، في ظل استغراب من المواطنين من رد الفعل على الحملة يرونها طبيعية في ظل قدوم شهر رمضان الفضيل. بالفعل تم التوجيه منذ بداية هذه الظاهرة باستمرار الحملة على هذه المتعلقات وهذه الملصقات، وإن شاء الله بإذن الله في وقت قريب سيتم القضاء عليها، لأنها بتشير إلى مقدمات زي ما حضرتك قلت وعلات ربما تحمل بين طياتها سواء طائفة. يهدد هنا اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية ويتوعد بالقضاء على حملة الصلاة على النبي، فالظاهرة المنتشرة منذ أيام باتت حديث وسائل الإعلام، حتى وصل الأمر بإحدى الصحف أن تصفها بالفتنة، بل إن الداخلية تغرم من يضع الملصق على سيارته. أما مين اللي بيحطها؟ فكلنا بنحطها. احنا معانا ناس ما بتصليش وحطها، معانا ناس ما يعني مالهاش علاقه بالدين او كده وحطها. هي حاجه مش وحشه في العربيه ان تكون موجوده. انا حاطط مصحف في العربيه، انا حاطط المصحف موجود معايا في العربيه على طول، في رخصتي وفي رخصه العربيه، ياخد مني المصحف. لم يوضح مساعد الوزير كيف ستتعامل الداخلية مع الملصقات الداعية للصلاة على النبي المنتشرة في الشوارع وعلى أبواب المحلات. فكرة جميلة بس ما اعرفش مين فكر فيها، فجاتني فعجبتني الفكرة، طب طبعت منها، طب بفكر اعمل فكرة تانية بس بحيث لا اللي طبعها مثلا خد ثواب كبير عند ربنا ليه سبب لنشرها. بدأت الحملة من الإسكندرية ولا يعرف من وراءها حتى الآن، وإن رأى البعض أنها تتماشى مع قدوم شهر رمضان الكريم، وفي حين ترى الداخلية أنها تعمل على إنفاذ القانون ونزع الملصقات المخالفة بغض النظر عن محتواها، يتردد صوت في فضاء الإعلام أن هذا خلط للدين بالسياسة، وأن الصلاة على النبي ستكون سببا في الفتنة بين الناس. وانتوا عارفين أن الموضوع مش هزار، وانتوا عارفين أن الموضوع ده له يعني بعد سياسي، وانتوا عارفين ان في حد ورا المسألة دي، وانتوا عارفين ان ممكن حد مجنون من هنا او من هنا ده يحط ملصق وده يحط ملصق، عربية اكسدام في اكسدام تقوم مشكلة. يقحم هؤلاء الصلاة على النبي في السياسة ويربطون الحملة بالإخوان تارة وبالسلفيين أخرى، ويؤكدون في كل مرة أنها تمهيد لاستخدام الدين في انتخابات البرلمان المقبلة، لكن يبقى سؤال في انتظار الإجابة: ما الذي يدير الدولة من الصلاة على النبي؟